يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتكم مشترياتي. رجعلكم بس بحاجة بسيطة يعني كده بنسخن يعني. بصوا بقى، جبت الطاسة دي من محلات الشامل. ده كنت اول مرة ادخله، هو موجود في الشيخ زايد في الحي ال11. واحدة صاحبتي ودتني ودخلت وانا اتوهمت عنده شوية حاجات لقط لقط لقط، بجد عجبني جدا جدا. وناوية ان شاء الله هروح اشتري من عنده حاجات كتير. بص بقى، جبت من عنده الطاسة دي زهر. وطبعا الطاسات الزهر لا يعلى عليها، يعني حاجات كده من الحاجات المستدامة اللي هي اصلا ما بتبص ولا بيحصل لها حاجة وتقعد سنين سنين. كان بقالي فترة طويلة بدور على الطاسات اللي من النوع ده، وما كانتش موجودة في مصر. ومرة واحدة لقيت واحدة على جوميا وكانت غالية جدا، مش عارفة كانت ب5000 وشوية. فاللي هو ليه اجيب طاسه بالسعر ده انا ما اجيبش طقم الحلل كله ب5000 وشويه. فطبعا حسيت البرايس اوفر قوي. فقلت ايه، خلاص هخلي واحده صاحبتي تجيبها لي من الامارات. وشفت سعرها في الامارات كان بما يوازي 2000 الا حاجه كده. وخلاص، وبقت في دماغي ان انا ايه هجيبها خلاص من الامارات. وبعدين بالصدفه لما دخلت محل الشامل ده لقيتها قدامي، اللي هو ايه ده؟ هي طبعا ده شكل الطاجن، مش طاسه. وفي طبعا اشكال كتير واحجام كتير وكده، وان شاء الله هجيبهم كلهم. انتوا عارفيني لما حاجه بتعجبني خلاص. كان سعرها حلو قوي. سعرها بقى كان كام؟ 330 جنيه. في كذا شكل. ان شاء الله كل ما اجيب حاجه منهم هوريهم لكم واقول لكم استخداماتهم ايه. دي هستخدمها كطاجن او كصينيه، اعمل فيها بشاميل، اعمل فيها طاجن ام علي، عارفين الحاجات دي. مهم بقى، تعالى اقول لكم على حاجه. كنت بشوف كتير قوي موضوع الميه ببذور الشيا، ان هي مفيده وكده، وفيها مغنيسيوم وكالسيوم مش عارفه ايه. وقلت ايه، خلاص انا هحاول ان انا اجربها بما ان هي مفيده. بصراحه ما عجبتنيش خالص خالص خالص. انا اكلت بذور الشيا مع الزبادي اليوناني والفاكهه وكده، حلو جدا وحبيته. بس مع الميه كده، وانا بشرب الميه والحبوب دي بتنزل كده في زوري كده، اللي هو لا لا مش قادره. فما تقبلتهاش بصراحه. بس هي مفيده، مفيده. فممكن تجربوها وتشوفوا هتقدروا ولا لا. تعالوا بقى اقول لكم. هنعمل عيش النهارده، هنعمل العيش الشامي. انا مش طالعه بقى النهارده اقول لكم الطريقه بقى والمقادير عشان انا جامده بقى وبعمله حلو والكلام ده، لا انا لسه بتعلم التكات بتاعته. وهقول لكم ايه قصه العيش. انا كان بقالي فتره قفلت خالص من ان انا اشتري عيش من بره، يعني من الفرن او كده. وكان نفسي مسدوده جدا وبقرف، وبحس ان انا بقعد افلي العيش طول ما انا باكله وماليش نفس وبكون متضايقه جدا. فقلت انا هعمل العيش في البيت. تمام. مين بقى اللي شافتني؟ كارما. هي متابعاني على القناة هنا من أول 1000 سبسكرايب، وهي يعني شوفوا من 2017. هي فلسطينية. ولقيتها بتقولي احنا بنعمل العيش في البيت وكده، وبنعمله في فرن كده عندنا. والكلام جاب بعضه. وقلت لها، وبعتت لي صورته، قلت لها ده تقريبا كان عند تيتا. انا هشوفه وادور عليه في البيت هناك وكده وهجيبه واعمل. فانت شجعتيني ومش عارفه ايه. فوجئت لقيتها بتقولي انا مامتي نازله مصر وابعتلك الفرن معاها. لا يا بنت الحلال، انت بتقولي ايه؟ ما ينفعش وربنا يخليكي ومش عارفه ايه. قالت لي انا هبعتلك الفرن بتاع العيش معاها عشان تعملي عيش في البيت ما تشتريش تاني. طبعا بقى كرم اهل فلسطين وجدعنتهم. لقيت بقى مش الفرن بس، لا ده فرن والزيتون بتاعهم القمر، ومرمرية وزعتر ودقة، حاجات كده قمر. مامتها شرفتني في البيت ونورتني وحلت علينا البركة. مش قادرة اوصف لكم يعني كانت سعادتي قد ايه من زيارتها عندنا في البيت. يعني حسيت كده اليوم ده كان بجد يوم مختلف، ان جايلي حد من فلسطين. يا نهار ابيض، عارفين حاجة كده يعني، لو ايه ده، في حد من فلسطين في بيتي. فاللي هو بجد نورتني وشرفتني وكانت على راسي بصراحة. ولقيتها بقى جايبه لي الحاجات دي كلها وشايلاها على قلبها من فلسطين. ومش جايه من فلسطين على مصر على طول، لا ده من فلسطين راحت على الاردن، ومن الاردن عشان تخش مصر. انتوا متخيلين اللفه قد ايه وهي شايله الحاجات دي على قلبها؟ طبعا يعني كتر الف خيرها. يعني والله العظيم تعبت بجد من الحاجات اللي هي شايلاها. لان انا يعني
المسافة اصلا ما بيني وما بين المكان اللي هي كانت ساكنة فيه مسافة بعيدة، فكفاية بس المشوار ما بين مكان سكنها وبيتي ده لوحده سفر. فتخيلوا بقى ان هي جاية من فلسطين بالحاجات دي، يعني والله العظيم ما عارفة اشكرها ازاي، ونورتني. وعاوزة اقول لكم بقى كمان، يعني بص بقى كمان، لقيتها بتقولي انا ماما نازلة مصر تاني بعد ما رجعت فلسطين، نزلت مصر تاني وبعتلي معاها حاجات تاني، اللي هو ايه ده ايه ده، انتوا كده بتكسفوني. والله العظيم فعلا اهل كرم. بقيت مكسوفه منها جدا، واقول لها لا خلاص كفايه ما تتعبيش ماما، تقولي لا هبعتلك معاها ايه، بعتلي بقى المره دي زيت زيتون وزيتون وتقريبا ايه تاني، لسه ما شفتش الحاجه بصراحه، الحاجه لسه موجوده هناك ما خدتهاش من مامتها، فان شاء الله اخدها واوريها لكم. طبعا بقى الزيتون بتاعهم مختلف خالص عن الزيتون اللي احنا بناكله، اللي احنا بناكله ده مش زيتون، بيضحكوا علينا. لا هناك الزيتون طعمه زيتون، يعني انتوا متخيلين، مش عارفه اشرح لكم، بس هو طعمه زيتون، حاجة كده يعني فعلا سبحان الله، يعني طعمه مختلف. المهم بقى ايه، قلت خلاص انا هعمل بقى العيش في البيت، مش هشتري عيش من بره. كل مرة اعمل فيها كيلو، اشوف ايه الغلطات اللي انا غلطتها واسألها انا عملت كذا يا كارما، ايه الغلط اللي انا عملته، ايه مش عارفة ايه، يعني بص كمان عرفاها. لقيت مامتها بقى، انتوا متخيلين الزيارة بقى التانية، لقيتها بتقولي انا لما اجي مصر تاني هاجي ونغبس مع بعض. بجد يا نهار ابيض يا لهوي. طبعا هتنورني، ولو عرفت إن اصور لكم ساعتها وهي بتخبز بقى والتركات بقى بتاعتهم، لان ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، شفت شكل العيش حاجه كده تفتح النفس، تتاكل حاف اصلا يعني. فانا مستنيه اليوم بقى اللي هي هتنزل فيه مصر تالت مره يعني اكون عارفه ان هي موجوده في مصر. طبعا هي بتنزل على طول ومنورانا ومشرفانا والله العظيم. فلما تنزل بقى وتيجي وتخبز بقى، توريني طريقة الخبيز بقى وازاي بيدفوا العجين والكلام ده، ساعتها هبقى اقول لكم التريكات، لو عرفت اصور هصور لكم، ما عرفتش انا هبقى ايه هحفظ واقول لكم التريكات ايه. فانا كل مره بتعلم، انا لحد دلوقتي وصلت له من المقادير: كيلو دقيق، معلقه خميره، معلقه سكر، معلقه ملح. المقادير كده بالنسبه لي طلعت عجينه حلوه بتخمر وحلوه. انا بس عاوزه اعرف بقى ايه، تخمير العجين، تدفيته، تقطيعه، فرده، لان انا في البدايه كنت بحط كميه دقيق كتير عشان افرد العجينه، كنت بخاف ان هي تلزق. فكارما قالت لي لا قللي العجين بتبقى رشه خفيف، قللي الدقيق بتبقى رشه خفيفه خالص. فاللي هو ايه كل مره بتعلم حاجه، هي تقول لي كذا حاضر، يا كارما حصل معايا كذا لا اعملي كذا. فاللي هو انا ماشيه كده ايه يعني ببركه ربنا لحد ما طنط تنزل بالسلامه توريني بقى طريقة الخبيز بالظبط. الفرن هو بسيط جدا، بس اختراع، يعني اختراع بجد، بيطلع سوى العيش اللي هو كأنه فعلا فرن كبير، مش الحلة اللي انتوا شايفينها دي، لا 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 لا، حاجة كده فظيعة. وكمان عملت فيه طاجن مكرونة بعد ما حطيت على وشه الجبنة الموتزاريلا، دخلته برضو في الفرن ده. عاوزة اقول لكم ما خدش دقيقة كانت الموتزاريلا سايحة وعملت لون حلو قوي، خدت وش تحفه، اكني مثلا سايباها في الفرن ربع ساعه بالظبط، دقيقه، انتوا متخيلين، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد تحفه. لقيت منه على فكره بعد ما كارما بعتتهولي، قعدت ادور، خدت صوره وحطيتها على جوجل عشان اشوف في منه بيتباع في مصر ولا لا. لقيت آه ايه زانوكي، اللي هي عارفين الحله الستانلس، عاملين نفس الفرن ده، بس مش يعني التكنيك مختلف شوية، بس نفس الفكرة كده، ومسمينه فرن بيتزا. فممكن تدوروا عليه، مش عارفة بقى هل هو موجود عندنا في مصر ولا مش موجود، بس انا لما حطيت الصورة بتاعته على جوجل طلع لي ان هو في ماركة زانوكي مصمماه. فممكن تدوروا عليه، وانصح اي حد لو لقاه في اي حتة، اذا كان في الخليج او يعرف مثلا حد يجيبهوله، يجيبه، لانه فعلا حلو قوي قوي قوي. طبعا هي قالت لي بيعملوا بقى فيه مناقيش زعتر ومش عارفه ايه وكده، انا لسه يعني ما اتطورتش قوي للدرجه دي. بس واحده واحده هكتشفه، يعني انا قلت اجرب موضوع الطاجن ده بدل ما ادخل الفرن وياخد وقت، اجرب اشوف هياخد يعني الجبنه هتسيح وتاخد وش ولا لا. لقيتها حلوه جدا. مره عملت فيه ايه تاني،
سخنت فيه مره برضو حاجه، بس انا مش فاكره كتسخين. برضو سخنها لي برضو حلو. كانت بيتزا. حطيت البيتزا كانت مستويه، يعني كنت مسويها في فرن عادي، وكنا بنتعشى بالليل. فسخنتها فيه، فالجبنه كده موتزاريلا عارفين اتلسوعت كده وخدت كده وش حلو. فتحس ان يعني ادت طعم مختلف. فهو بصراحه مميز جدا جدا. ان شاء الله لما طنط تيجي احاول ان انا يا اما لو عرفت ان انا اصور الطريقه اللي هي بتقولها لي او كده، ما عرفتش هحفظ واقول لكم. طبعا بعد ما خلصت بقى المعجنه بتاعه الدقيق والكلام ده، شطبت المطبخ. انا ما بعرفش اعمل حاجه الا لما اشطب ورايا، يعني حتى لو انا كان بعديها كنت هطبخ، بس ما عرفتش ان انا اطبخ والدنيا كده متبهدله. اشطب الدنيا وابتدي اشتغل على النظافه. المطبخ عندي بقى زي الفل. ونبتدي بقى مرحله جديده، هي مرحله الغدا. بس هو فيديو سريع وبسيط، بس حبيت ان انا اشارككم حاجه زي كده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.